تخيل تصحى في يوم تلاقي شكلك اتغير وبقيت شخص تاني. اهي دي بقى قصة بطلة مسلسلنا النهاردة. بس قبل ما اكمل لكم بقى ما تنسوش اللايك والسبسكرايب ويلا بينا نبدأ قصتنا. مسلسلنا بيبدأ مع سيدة أعمال غنية جدا اسمها كلير. كلير بتبقى شخصية صعبة قوي، مريضة نفسية من الدرجة الأولى، عصبية قوي ومتعودة تضرب الموظفين بتوعها. ورغم ده إلا إنها نجحت توصل للناس صورة تانية عنها خالص. كلير دايما بتتبرع بمبالغ كبيرة للفقراء، عشان كده الناس فاكراها ست طيبة وبتحب الخير، لكن الحقيقة غير خالص. كلير بتبقى حفيدة رجل أعمال كبير قوي اسمه ساو، وجدها بيحبها قوي وهي كمان بتحبه جدا، لأن هو اللي رباها من بعد موت أهلها. بس ساو بيبقى متجوز من ست اسمها ري، وري دي بيكون عندها بنت اسمها شيا. وشيا وكلير بيبقوا مش بيطيقوا بعض حرفيا، الاتنين ما بينهم عداوة وخلافات ياما، لأنه شيا بتنافس كلير على رئاسة شركة جدها اللي المفروض يبقى في مقام باباها، بما إنه ساو يبقى جوز والدة شيا. وبسبب ده شيا بتسرب فيديو للصحافة لكلير وهي بتضرب موظفة عندها، وكلير ساعتها بتبقى بتجهز لحفلة كبيرة بخصوص شغلها، والحفلة دي هيحضرها ناس مهمة قوي، وطبعا جدها ساو هيكون فيها. والفيديو أول ما بينزل بيعمل قلبان، لدرجة إن الصحفيين بيملوا المكان. هنا بيتدخل شان خطيب كلير واللي بيبقى برضه مدير في شركتها. شان على طول بيتصل بتاو الحارس الشخصي لكلير، واللي في نفس الوقت يبقى صاحبه المقرب قوي وحافظ كل أسراره. شان بيطلب من تاو يمنع كلير تحضر الحفلة لأنه عارفها مجنونة ودماغها طاقة ما بيفرقش معاها أي حاجة. بس كلير ساعتها بتكون خرجت من بيتها وراحت لجون حبيب شيا، وده عشان كلير تنتقم من شيا بعد ما اتأكدت إنه هي اللي نزلت الفيديو بتاعها. كلير بتبقى أصلا على علاقة بجون، وشيا شاكة فيهم من زمان. والمرة دي كلير بتأكد لشيا إنه في بينهم حاجة عشان تجننها، فبتصور نفسها وهي في بيته وبتبعت لها الصور. ساعتها شيا بتروح بسرعة على بيت حبيبها، وبتفضل تضرب كلير بطريقة عنيفة جدا لأنه هي كمان مجنونة زي كلير ويمكن أكتر. الغريب بقى إنه كلير مش بتدافع عن نفسها خالص، وبتفضل تتمسكن وبتعمل نفسها مش فاهمة ليه بيحصل فيها كده. وده لأنه كلير بتكون سايبة تليفون يصور شيا لايف وهي بتضربها، فالفضيحة بدل ما كانت على كلير بتبقى على شيا. وساوي يا عيني بيتجلط من فضايحهم هما الاتنين بعد ما الصحفيين بيوروه فيديو شيا وهي بتضرب كلير، فشان بياخده على المستشفى فورا. وكلير لما بتعرف الخبر بتطير على هناك بعد ما بتكون خلصت تمثيليتها على شيا واديتها قلمين لزوم الضرب اللي خدته منها في الأول. كلير بتوصل المستشفى، وهناك بتتخانق مع خطيبها شان لأنه كان عارف إنه جدها مريض بالقلب ومعرفهاش. كلير بعدها بتدخل تطمن على جدها، بس هو بيكون متضايق منها بسبب اللي حصل. وكلير بتزعل من نفسها قوي لأنها كانت السبب في تعب جدها. لحد هنا بنقف شوية وبنروح لبنت تانية اسمها جين. جين بتبقى كاتبة روايات ومقالات، بس فقيرة وحالتها صعبة قوي، وعشان كده بتضطر تبيع كاميرا غالية عندها قوي عشان توفر فلوس تعالج بيها عمتها اللي ربتها بعد موت باباها ومامتها. بس قبل ما تبيع الكاميرا بتاعتها بتروح لها صاحبتها المقربة جدا وانج، وبتقول لها أنا هدفع لك الفلوس اللي انتي محتاجاها، مش مضطرة تبيعي أي حاجة، ومش بس كده ده أنا كمان جايبالك فرصة شغل كويسة قوي هتقدري تعالجي بيها عمتك. عمة جين بيبقى عندها مرض الزهايمر، ساعات تبقى فاكرة حياتها وساعات تانية لأ، عشان كده هي ما تقدرش تعيش من غير جين أبدا. وجين من غير تفكير بتبعت رسالة لوانج صاحبتها تعرفها إنها وافقت على الشغل اللي قالت لها عليه. وتاني يوم جين بتروح على مكان الشغل الجديد، وساعتها بنتفاجئ إنه مكان الشغل بيبقى هو نفسه بيت كلير، وإنه جين هتسجل معاها لقاءات عشان تكتب عن حياتها. وفي أول لقاء بين جين وكلير، كلير بتبقى واقفة في بلكونتها بتشاور عقلها كده إنها ترمي نفسها، بس جين لما بتنادي عليها عشان تعرفها بوجودها كلير بتتراجع وبتروح تستقبل جين. ساعتها كلير بقى بتوري جين الجنان على أصوله، بتقول لها إيه رأيك لو أموت نفسي بدري عشان أموت وأنا صغيرة وحلوة وناجحة، بدل ما أكبر وأعجز وأسناني تقع والناس تشوفني وحشة. كلير بعدها بتقف جنب جين قدام حمام السباحة بتاعها، وبتقول لجين أنا عمري ما فكرت أتعلم سباحة عشان لو حبيت أموت في يوم من الأيام أموت غرقانة. طريقة الموت دي صعبة قوي وأنا لازم أموت بطريقة تليق بيا تبقى صعبة زيي يعني. كلير بعدها من غير ولا ثانية تفكير بترمي نفسها في المية، فجين بتموت من الرعب، بس كلير بتطلع بعدها عادي. وبعد الخضة دي كلير بتاخد جين على طيارة هيسافروا فيها رحلة شغل ويكملوا لقائهم فيها هناك. والمفروض إنه شان خطيب كلير هو اللي مظبط بنفسه كل تفاصيل الرحلة، وبيروح عشان يودع خطيبته كمان. ساعتها جين أصلا بتتصدم لما بتعرف إنه كلير مخطوبة، لأنه مفيش ولا خبر عندها، فليه واحدة مشهورة يعني زي كلير تخبي خبر خطوبتها؟ كلير قبل ما تركب الطيارة مع جين بتهزر مع شان وبتقوله اوعى تكون محضر لي حاجة بقى كده ولا كده في الطيارة عشان تخلص مني. فشان بيتضايق قوي من كلامها ومش بيرد. وكلير وجين لما بيطلعوا الطيارة ساعتها جين بتسأل كلير انتي ليه قلت الكلام ده لشان؟ فكلير بتقول لها
شان ده أكتر واحد هيفرح بموتي، ومش بس هو، أنا بيتي نفسه في ناس كتير تتمنى موت النهاردة قبل بكرة. وفجأة جين وكلير بيحسوا بهزة قوية في الطيارة، والطيار نفسه بيبدأ يفقد وعيه بشكل غريب، وفي ظرف ثواني الطيارة بتقع وبتنفجر. وطبعا الخبر بيوصل لشان اللي بيطير على المستشفى يلحق كلير. بس الصدمة بقى إنه كلير بتموت وجين هي اللي بتعيش. ساعتها بيجي في دماغ شان فكرة خطيرة جدا، وهي إنه يحول شكل جين لشكل كلير، ويقول إن جين هي اللي ماتت وكلير عاشت، وياخدها يعالجها في مكان خاص وسري بعيد عن الصحافة وعن جد كلير نفسه، لحد ما عملية التحويل بتاعة جين تنجح، وهي نفسها تفوق ويقدر يظهرها قدام الكل على أساس إنها كلير. والوحيد اللي بيبقى عارف بسر شان هو تاو اللي بيساعده في كل خطوة بيعملها. وشان بيقدر يقنع ساو إنه يسيب له علاج كلير خالص، وما يزورهاش ولا يتدخل في أي حاجة تخصها لحد ما صحتها تتحسن، وده بحجة إنه ده هيكون أفضل لكلير نفسها. ولأنه ساو بيحب شان وبيثق فيه جدا بيوافق. وبتعدي شهور، وجين بتصحى تلاقي نفسها في بيت غريب، وحواليها ممرضين بيساعدوها تشيل شاش من على وشها، وبيبقى في إيديها مراية. وجين أول ما بتشوف شكلها بتتصدم وبتخاف جدا، وبتقعد تقول أنا إيه اللي حصل لي ده؟ أنتوا عملتوا فيا إيه؟ دي مش أنا. وشام بكل برود بيقف قدامها وبيقول لها الحمد لله على السلامة يا كلير يا حبيبتي، كده برضو تقلقين عليكي بالمنظر ده؟ جين هنا مش بتبقى فاهمة حاجة، فبتقول له كلير مين؟ أنا جين مش كلير. فشام بيقول لها مش كلير إزاي بس؟ ما تبصي لنفسك في المراية، أنت كلير أهو. فجين بتفقد أعصابها، وشام بيضطر يحقنها بمهدئ عشان تنام وتهدى. ولما بتصحى شام بيفضل يحاول يقنع جين إنها كلير، وبيقول لها يا حبيبتي أنت أكيد حادثة الطيارة عملت لك تروما خلتك فاكرة نفسك جين البنت اللي كانت معاكي عشان حاسة بالذنب لموتها. فجين بتبقى هتتجنن على الآخر، هي نفسها للحظات ما بقتش عارفة هي مين بجد، لحد ما بتجري على المراية تشوف الوحمة بتاعتها لو لسه موجودة في مكانها ولا لأ. ولما بتشوفها بتطمن إنها فعلا جين. في الوقت ده بيكون شان سابها وراح على بيت ساو عشان يطمنوا إنه كلير فائت، بس علاجها لسه مطول شوية، عشان كده الزيارة ممنوعة لحد ما كلير ترجع زي الأول. ساو بيبقى واثق في كلام شان ومصدقه، بس شيا وري اللي مش مريحين نفسهم بيبقوا شاكين فيه. وعشان كده شيا بتمشي ورا شان لما بيخرج من البيت، وشان بيكون في طريقه للبيت اللي فيه جين. ولما بيوصل بيتفاجئ هو وتاو إن جين في المطبخ ماسكة في إيديها حاجة بتهددهم إنها تأذي نفسها بيها لو ما قالوش الحقيقة. وقتها شان بيضطر يعترف لجين إنه كذب عليها، وبيقول لها اطمني انتي مش مجنونة، انتي فعلا جين مش كلير، بس أنا اللي غيرت شكلك بعملية عشان تبقي نسخة من كلير، وده غصب عني لأنه كلير لازم تفضل عايشة قدام الكل. ساعتها شيا بتكون وصلت على مكانهم، فتاو بيخرج يعطلها، وشان بيضطر يسيب جين تخرج مقابل إنها ما تظهرش قدام شيا ولا تكشفهم. ساعتها جين بتستغل الفرصة وبتطلع تجري في الغابة زي المجنونة لحد ما بتشوف الطريق وبتلاقي عربية فبتوقفها، وبتطلب من الناس اللي فيها يوصلوها معاهم بعيد عن المكان ده. فجين بعدها بتروح على بيت عمتها، وبتخاف جدا لما مش بتلاقيها، فبتروح تسأل جارتها عنها. ساعتها بتتصدم لما بتعرف إن جدتها ماتت بسبب غيابها عنها، فجين بتنهار ومش بتبقى عارفة تعمل إيه. هنا بيظهر قدامها شام من جديد وبيطمنها إن عمتها لسه عايشة، وهو بنفسه بيتابع علاجها في المستشفى وبياخدها كمان عشان تشوفها. ولما جين بتشوف عمتها وبتتأكد من كلامه، ساعتها شام بيعرض عليها إنها تسمع كلامه وتوافق تمثل إنها كلير، وده في مقابل إنه يفضل يعالج عمتها لأنه من غيره عمتها هتموت. وطبعا جين في الآخر بتضطر توافق لأنه عمتها أهم عندها من أي حاجة ومن أي حد. شام بياخد جين بعدها لبيت كلير، وهناك جين بتقابل جد كلير وبتتصرف بطريقة غريبة لما هو بيحاول يحضنها. فشام بيعتذر له وبيقول له معلش كلير مرهقة شوية ومش مركزة، والأحسن تطلع أوضتها ترتاح. وفي الأوضة شام بيمسك جين باقي تهزيء وزعيق لأنه تصرفاتها تحت كانت هتكشفهم. شام بيطلب من جين إنها تركز في كل كلمة وكل حركة عشان تبقى زي كلير بالظبط، وبيعرفها إنه شيا وري أعدائها ولازم تخلي بالها منهم كويس قوي، خصوصا إنه كلير كانت متأكدة إنه ري هي السبب في موت أهلها، وده اللي كان مخليها تكرهها. شام بعدها بيدي لجين جهاز في كل تفاصيل كلير عشان تحفظها وتتصرف زيها. وجين بعدها بتنزل تتعشى مع عيلة كلير، ولما بتشوف شيا بتمد إيديها عشان تسلم عليها. فشام بيبقى عايز يلطم على وشه من غبائها، وعشان يبرر الهبل اللي جين بتعمله بيصدم الكل وبيعرفهم إن كلير فقدت الذاكرة عشان كده بتتصرف بشكل مختلف. فيا ترى بقى هيصدقوا الكدبة دي هي كمان، ولا إيه هيكون مصير جين وشان؟ ده اللي هنعرفه في الجزء التاني من قصتنا. خلوني بس أعرفكم إن المسلسل لسه جديد وحلقاته بتنزل، فلو عايزيننا نكمل باقي الحلقات أول ما تنزل اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. وأشوفكم بقى في ملخص جديد. سلام.